السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الشباب أينما كنتم وأينما حللتم. والجريمة كثيرا ما يتعرض إليها الإنسان وربما اقتحمته وهو غافل عنها، وهي مجرمة فعلا وقولا بنص قانوني أو شرع رباني. ولهذا قالوا لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ومعنى هذا الكلام إن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، وأنه لا يجوز تجريم شيء ما أو تحريم شيء ما إلا بنص شرعي، أو إذا جارينا القانونيين بنص قانوني. وأيضا العقوبة لا تكون إلا بنص قانوني، ولهذا قالوا لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص. وإذا ما تساءلنا ما هي الجريمة؟ كيف عرفها علماء الإسلام؟ نجد تعريف الجريمة عند الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطاني. قال: الجريمة هي محظورات شرعية زجر عنها الشارع بحد أو تعزير. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الشارع منع ونص على منع أشياء والإتيان بها، محظورات شرعية. محظورات شرعية بمعنى النهي والأمر، نهى لا تفعل وأمر افعل، فالمأمور به إذا لم تفعله فهذه جريمة، والمنهي عنه إذا فعلته فهذه جريمة. فهي إذن محظورات شرعية بمعنى الشارع هو الذي أمر بها. ومن هو هذا الشارع؟ هو الله سبحانه وتعالى بنص قرآني أو سنة نبوية صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محظورات شرعية زجر عنها الشارع بمعنى منع عنها الشارع وأبعد الناس عنها بحد أو تعزير. حد بمعنى نص على عقوبة بعض الجرائم وحد لها حدودا، بمعنى حد لها عقوبات محددة لا يملك القاضي إلا تنفيذها، ولا يحق له بأي حال من الأحوال أن ينفذها منقوصة أو مزيدا عليه، كحد الجلد لمن زنى وهو غير محسن مثلا، فهو حد مقرر لا يملك القاضي إلا أن يحكم به من غير زيادة فيه ولا نقص. هذا ما نسميه بالحد أو تعزير. ما معنى التعزير؟ التعزير معناها عقوبات تقديرية يقدرها القاضي فيما لم يرد فيه نص شرعي بتحديد عقوبته، وأمثلة ذلك كثيرة. ما عدا الحدود فهنالك عقوبات تعزيرية يعاقب عليها الفاعل بأقل من الحد، مثل من خطط أن يسطو على بيت شخص ما. فالشروع في الجريمة في جريمة السرقة هو جريمة، ولكن عقوبته ليست هي عقوبة السرقة، وإنما هي عقوبة تعزيرية.